مشرحة حلوان بين الحقيقة والخيال. من الذي بناها؟ وفي أي عصر بنيت؟ ما اللغز الذي يسكن هذا القصر؟ كل هذه التساؤلات سنجيب عنها الليلة. معكم أحمد عبد الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ انا مكمل في حلوان، واللي ورايا ده صرح من صروح حلوان. المبنى اللي ورايا الكبير الضخم ده بيتقال عليه انه مشرحة حلوان، بس هل يا ترى هي دي القصة الحقيقية ان دي مشرحة؟ هو ده اللي هنعرفه في الفيديو ده، وهجيب لكم تاريخ المكان ده كله بالتفصيل. غالبا اللي بيجي يصور هنا بيطلع المكان ده انه مكان اشباح ورعب وعفاريت، انما الحقيقة مش كده خالص. انا عشان من اهل حلوان جبت الحقيقة كلها للمكان ده. تابعوني لاخر الفيديو وما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. يلا بينا نعرف تاريخ المكان اللي ورايا ده اللي بيتقال عليه مشرحة حلوان. يلا بينا. في قصتين للمكان اللي موجود ده، والقصتين انا هقول لكم عليهم النهارده. بس المشترك بين الروايتين ان ده كان فندق كان اسمه الحياة، وفي الرواية التانية اسمه عين الحياة. وكان مكان بيقصده كل الناس من جميع انحاء العالم، زي ما هتشوفوا في الصور القديمة اللي انا هنزلها لكم في الفيديو ده. كانوا بيجوا يتعالجوا هنا وبيحجزوا كمان الفندق قبلها باسابيع عشان يلاقوا اماكن في المكان ده. الرواية الأولى بتقول إن كان في نبيل روسي اسمه يوهان كومب، ويقال إنه كان ألماني، وكان راجل أعمال كبير جدا، كان عنده مصنع كبير جدا في إنجلترا وبالتحديد في مدينة مانشستر، وكان بيصنع من الأقطان أقمشة كتيرة جدا. البارون يوهان كان عنده 3 بنات و3 ولاد. بنت منهم جالها مرض اسمه السل العظامي، وما كانش ليه علاج في أوروبا في الوقت ده، فالبنت ماتت. بعديها بكام سنة اتصاب ابن من أبنائه بنفس المرض، ونصحوا الأطباء إنه لازم يدور على بلد من المناخ بتاعها جاف وياخد ابنه ويطلع على المكان ده. وبالفعل اختار مصر، لأن مصر بتتميز بالهواء النقي جدا والمناخ الجاف اللي بيساعد على علاج المرض ده. يوهان ركب الطيارة وخد ابنه وطلع على مدينة حلوان. جاب ابنه لمدينة حلوان وقعد في مدينة حلوان. بالفعل تحسنت صحة ابنه جدا وتحسنت صحته هو كمان، وقرر ان هو ياخد مكان في حلوان يعيش فيه. فدور على مكان في حلوان، لقى المكان اللي فوق اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي في الصور. المكان ده كان ملك الواحد اسمه حسين بيك، اشتراه من حسين بيك، والارض اللي هي كان عليها المبنى دي كانت فاضية تماما. اشترى المبنى ده وبعدين اشترى الارض دي من حكومة الخديوي توفيق، وقرر ان هو يبني فندق ومصحة لعلاج كل الناس من كل انحاء العالم، عشان يبقى مصحة وفندق لكل مرضى السل اللي موجودين في العالم. جاب مهندسين من النمسا ومن المانيا ومن سويسرا عشان يبنوا الفندق الرائع اللي انتوا شايفينه ده. الفندق ده قريب جدا من تصميم قصر عابدين، والفندق بيتكون من 365 غرفة، وهي عدد ايام السنة.
المكان اللي فوق ده يقال ان هو كان بيت حسين بيك، اللي الراجل الروسي يوهان اشترى منه المكان ده عشان يبقى الاستراحة بتاعته. الفندق كان في الساحة اللي انتوا شايفينها دي، كان بيقام فيها الحفلات وكانت حديقة، وانتوا هتشوفوا الصور يا جماعة رائعة. المكان ده تحفة فنية، المكان ده مش عارف هو اتساب كده ازاي. المهم الراجل بنى الفندق وقعد فيه فترة لحد ما جت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب العالمية الثانية الراجل ده تقريبا توفى. الحكومة المصرية اشترت الاستراحة والفندق من ورثة البارون كنوب. فضل شغال الفندق بس مش بنفس الكواليتي اللي كان مشغلها بيه الخواجة البارون كنوب. الفندق تدهور شوية بشوية لحد ما ساءت حالته جدا، وبقى زي ما انتوا شايفين أنقاض. الفندق اللي كان رائع واللي كان بتنزل ليه اعلانات في اوروبا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، بينزل ليه اعلان في انجلترا وبينزل ليه اعلان في المانيا ان اللي عايز مصحة وهوا جميل ونقي يروح على الفندق الحياة في حلوان. دي الرواية الاولى. الرواية التانية هحكيها لكم بعد شوية. يلا بينا نسمع الرواية التانية، بس ما تنساش السبسكرايب عشان ده مهم جدا، وتفعل زر الجرس عشان نكمل بقية تاريخ حلوان. يلا بينا نسمع الرواية التانية. المكان معرض انه يقع في اي وقت، يعني بصوا اصلا يعني تحس ان خلاص، يعني لولا ان العمدان دي شايلاه اصلا الخشب، يعني شايفين العمدان الخشب دي هي اللي شايله الجزء كله ده. ربنا يستر ده ما ينهارش فجأة. بصوا كانوا معمول كمان خشب في الارضيات، ده كان بتاع الباركيه تقريبا. بصوا هنا عامل ازاي. الصور اللي انا بوريها لكم والفيديو اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي تقريبا محدش دخل هنا من سنين. الرواية التانية بتقول ان القصر ده بناه الخديوي توفيق سنة 1888 وسماه باسم زوجته عين الحياة، والأميرة عين الحياة بنت الأمير أحمد رفعت. ويقال إن الأميرة أهدت القصر ده للحكومة المصرية عشان يبقى فندق ويبقى استراحة للناس مرضى السل إن يجوا يتعالجوا هنا مجانا. لكن بصراحة أنا مع الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى فيها شواهد كتير جدا، لأن الصور اللي أنتوا هتشوفوها في الفيديو ده ترجح كفة الراجل الروسي أو الراجل الألماني اللي اسمه يوهان اللي بنى الفندق ده. الفندق ده يا جماعة مش مشرحة، وعمره ما كان مشرحة. الفندق ده تم إهماله وخرابه على مدى عقود كتير جدا. الفندق ده لازم وزارة الثقافة وزارة السياحة يجوا المكان ده ويعيدوا جمال الفندق ده ويبقى فندق بجد لكل الناس من جميع أنحاء العالم. الفندق ده يدخل لمصر دخل كبير جدا لو اتعمل صح وتم إعادة بنائه. فعلا هنكسب منه مكاسب ثقافية ومكاسب مادية كمان كبيرة جدا. لازم الناس تبص للفندق ده وترجعه زي ما كان. حتى الخشب راح، كله راح. بصوا لما نخش جوه كمان، بصوا السلم وقع. السلم اللي كان بيطلع للادوار اللي فوق دي كله انهار. المكان طلعت عليه اشاعات العفاريت يا جماعه عشان الناس ما تجيش هنا ومحدش يجي يشوف التحفه المعماريه اللي كانت موجوده دي. فعلا تحفه معماريه. عايز اقول لكم ان ده شبه قصر عابدين جدا، يعني الغرف دي مبنيه زي قصر عابدين ما اتبنى. المكان ده بقاله من سنة 1888. احسبوا انتوا بقى كام سنة. بصوا في اخر العمود اصلا معمولة مفتاح الحياة اللي كان عند الفراعنة زمان، معمول في اخره فوق ازاي. حاجة في منتهى الجمال. هو ده شايفين، كان رائع. اللي صممه المهندس السويسري او المهندس اليوناني او الناس اللي عملوه بحرفية عالية جدا. تعالوا ندخل جوه ونشوف اصلا شكله عامل ازاي. بسم الله.
ضلمة جدا. بصوا النقوش اصلا اللي كانت موجودة هنا. بصوا النقش ده، يعني حاجة كانت رائعة جدا. بس كان الغرفة دي مش عارف ولعوا فيها ولا كان حد ولع فيها. دي غرفة من الغرف الفندق، كان ده شكله. وده الطوب اللي اتبنى بيه الفندق، كان طوب ابيض. لا في عفاريت ولا في حاجة يا جماعة، ما تصدقوش الخرافات دي، كانت خرافات اصلا والناس توارثتها، لان المكان شكله اصلا مرعب. يعني المكان دلوقتي بقى شكله مرعب غير اللي انتوا هتشوفوه في الصور. في الصور المكان كان جميل جدا. حلوان فيها كنوز، وانا لسه مستمر في الكشف عن كنوز حلوان. ولو عايزين نكمل يا ريت تدعموا القناه، وما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. اشوفكم الفيديو الجاي ومغامره جديده في حلوان. سلام.